ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا هخليك تحقق ال 4000 ساعه وال1000 مشترك بتاع شروط اليوتيوب في اقل من 30 يوم. اهم حاجه ودي اول حاجه، هتخش تحمل الفيديو اللي انت عملت له المونتاج بتاعه كل حاجه. بس انا مش جاي اوريك غير طريقه بسيطه جدا. دلوقتي الاسم بتاع الفيديو بيكون مكتوب من بره كده، وعملت صوره مصغره بتاعتك عشان ما تتعبش على الفاضي ومجهودك يضيع. بتكون كاتب نفس الاسم هنا، واخده كوبي حطه على الصوره المصغره. الصوره دي يا شباب عاملها لي شات جي بي تي في اقل من ثواني. انا ما تعبتش خالص، دلوقتي بقت الدنيا سهله فوق ما تتخيل. انا اتصورت الصوره دي بالتليفون واديتها له، قلت له اعمل لي الصوره على كذا كذا كذا، فعملها لي تمام. والوصف نفس الموضوع، عمل لي الوصف لما شرحت له انا بعمل ايه في اللعبه، عمل لي الوصف. فبرفع الصوره وبرفع كل الكلام ده. المهم نيجي هنا نروح ننزل تحت اهو. هتدوس لا طبعا، لا زي ما انتوا عارفين طريقة رفع الفيديو. تمام. هتيجي هنا وتكتب تاج واحد او اتنين، ما تكترش، مش لازم ال 500 حرف اللي انت بتكتبهم. هو قايل لك 500، لا انا هعمل كده كلاش. انا بكتب عربي، لا تمام، ننقل كلاش اوف كلان. اوكي، واهو نكتبها كمان مرة، كلاش اوف كلانس. تمام. ونقوم عاملين كده وهننزل كل دوت. تمام جدا. بس اهم نقطة عندنا احنا بندور عليها اهو، الخانة بتاعتها راحت فين؟ الفئة. الفئة يا شباب دي اهم نقطة في الفيديو كله وانت بترفعه. انا ماليش دعوة انت هتعمل ايه في الفيديو كله، بس دي النقطة. هل انت بتعمل محتوى افلام، ترفيهي، تعليمي، حيوانات؟ ليه بقى؟ لان دي اهم نقطة. انا ككيني مثلا بعمل محتوى تعليمي دلوقتي، ما ينفعش اقول ايه، انا ادوس كده واقول الرياضة. طب انا دوست الرياضة، هيروح للناس اللي بتتفرج على الرياضة، هيقترح عليهم اليوتيوب. فهو طبعا هيشوف حتى لو السب نيل، الصورة المصغرة اللي انت عاملها جامدة جدا وكل حاجة، انا مش محتوايا، انا مش عايز اتعلم، انا داخل اتفرج على ايه اللي حصل في الماتش بتاع النهارده، انا داخل اتفرج على المنتخب الامريكي. فاهمني؟ انا ما يخصنيش، انا واحد مش يوتيوبر مثلا وانت رافع لي الفيديو كاتب عليه ازاي تحقق ال 4000 ساعه. فركز في دي كويس، دي اهم حاجه. الفئه بتعمل ايه؟ بتدوس مثلا العاب الفيديو، انا منزل لعبه فبدوس العاب الفيديو واكتب هنا كلاش اوف كلانس اهي 2012. طيب دي اجيبها منين؟ اشمعنى اخترت 2012 يا كيني؟ لان هي دي اللعبه اللي انا بلعبها. اخش عند حد مثلا انا شفته، او انا مثلا بعمل محتوى طبخ، فانا عايز اكتب هنا الفئه بتاعت الطبخ، او انا بعمل محتوى لعبه. ما ينفعش ان انا اروح اقول كلاش رويال، في كلاش رويال وكلاش ميز الحاجه اللي انت بترفعها، لان في مجالك بتلاقي في حاجات كتير جدا متوسعه. في الطبخ في اللي بيدور على حاجات معينة، فالفيديو بتاعك لو راح له مش هيشوفه، فهو هيأذيك ازاي؟ هو مثلا الفيديو بتاع حضرتك او بتاع حضرتك 10 دقايق، هو دخل وخرج، هو اذاك، عمل لك عدم انتشار، ازاي هتعرف كل الكلام ده؟ طب وخلصنا ورفعنا الفيديو. اهم نقطة برضو يا شباب، نعمل ايه قبل ما نرفع الفيديو؟ دي تاني حاجة عندي واهم حاجة عندي. مثلا النهارده اهو تاريخ 20، هنيجي نقوم عاملين كده، انا هرفع الفيديو عندي الساعة 7 بالليل، نقوم جايين عاملين كده 7 بالليل وندوسه بقى غير مدرك، والفيديو كده اترفع. فهمتوني؟ طيب دي اول طريقة واهم طريقة لازم اخدها علشان اشتغل بيها. تاني طريقة والمهمة جدا 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 بقى، بعد ما نزلت الفيديو والفيديو بتاعي نزل، همسكه اول لما ينزل في اول 10 دقائق او اول ساعه او اول ساعتين. مفيش حد طبعا عندنا ما عندوش فيسبوك. الفيديو مثلا بتاعي ده بيتكلم ازاي تجيب ال 4000 ساعه وال1000 مشترك، فهنقوم داخلين هنا في السيرش، ندوس دعم قنوات اليوتيوب وندوس سيرش. هتلاقي عندك فوق فين عرض الكل،
هتلاقي عندك هنا فوق 1000 2000 صفحة بيتكلموا عن دعم قنوات اليوتيوب. كل اللي عليك يا باشا انك هتخش كده مثلا صفحة، هتدوس انضمام الى المجموعة، هتقوم رايح سريعا على الفيديو اللي انت عايز ترفعه مشاركة، وهتدوس نسخ الرابط بتاع الفيديو بتاع حضرتك. هتيجي هنا هتكتب له هتعمل كل يوم $100 من لا هتعمل كل يوم $100 ومش هتشتغل غير 3 دقايق في اليوم. حلو جدا. ونقوم عاملين كده ورامين الفيديو بتاعنا. بص بقى، هتعمل كل يوم $100 ومش هتشتغل اكتر من 3 دقايق، وندوس نشر. الكلمة نفسها خلت الشخص اللي هيبص على الكلمة، انا هنا بقى مش عايز صاب نيل ومش عايز بقى اي حاجة الصورة جامدة. ايه ده؟ مين ده؟ هو بيقول كده ازاي؟ انا لازم اخش. دخل، قعد دقيقة 2 3، مبروك عليك. الانتشار السريع جدا 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 فوق ما تتخيل. ليه بقى يا باشا؟ لان اليوتيوب انت جبت له ناس من بره، وهو بيحب ده جدا فوق ما تتخيل. يعني الفيديو ده لما هتخش عندك وهتشوف في الاحصائيات ان مكتوب لك مشاهدة خارجية من بره، مصادر خارجية بتتكتب كده، مصادر خارجية. هتبص المصادر دي هيقول لك فيسبوك، هيقول لك واتساب، هيقول لك تيك توك. هو عارف المصادر دي جاية منين، فهو هيعلي لك هنا الالجوريزم بقى، هيعلي لك الاقتراحات 1000%. يعني بدل ما كان بيقترحوا على 1 أو 2، وحضرتك بتقول مفيش مشاهدات، ما بعرفش اجيب مشاهدات ليه؟ قناتي جديدة، انا مش معروف، انا مش متشاف. هتجيبها بايدك، صدقني. في ناس كبيرة جدا في المجال بتعمل كده لحد النهاردة، وانا واحد منهم. انا واحد بعمل قناة بقوم منزل كده ليه؟ خلاص دي طريقة قديمة جدا وكلنا ماشيين بيها. خش بقى على الفيسبوك، خش على تويتر، خش على كل الكلام ده، ارفع الفيديو بتاعك وشوف بنفسك. لما هتخش هتلاقي ان كل جروب في عدد اشخاص كتار. يعني مثلا في جروبات اللي انا، عشان انا مشترك في جروبات كتير، مجموعات ايه اللي انا فيها. اصل انا ما بتعاملش على البي سي، انا بمسك التليفون وببعت اسرع جدا. يعني ممكن ابعت مثلا للصفحات اهو. هتخش كده قناه زي هنا، هتخش هتقوم عامل اللي انا قلت لك عليه، تك، وهتقوم طالع نفس الموضوع نفس الموضوع نفس الموضوع، بس المجموعات. فنفس الموضوع هتخش تبعت 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 تبعت. في قنوات بتبقى فيها 100,000 200,000، المجموعات دي 300,000 400,000. لا، انت هيخش لك 100 200. طيب هما ال 100 200 دول مش هيحققوا لك ساعات في اليوم؟ انت لو قدرت على قد ما تقدر تمسك تليفونك 3 4 ساعات في اليوم بدل ما تسكرول، تبعت بس الفيديو بتاعك زي ما انا وريتك كده، طريقه مغريه جدا. ان انا واحد ده يهمني. طيب انا قناتي مثلا قناه طبخ، اشوف بقى ايه المجموعات اللي بتدعم الطبخ وفيها اغريهم بقى، اطلع جمله من الفيديو اللي انا حاططها جوه تكون حاجه جامده جدا واعمل كده. طيب تالت طريقه معانا بتكون عباره عن ايه؟ بتكون عباره، انا نزلت الفيديو اهو، فبقوم رايح منزل فيديو شورت بعده بيوم. ففي الفيديو الشورتز ده بقوم رايح هنا عند الفيديو بتاعي وانا بنزله، الفيديو القصير ده وانا بنزله يا شباب، ده المهم جدا. بقوم عامل حاجة اسمها فيديو ذو صلة، بقوم حاطه هنا. ليه؟ انا طالع في الفيديو ده بقول هتعمل كل يوم
$100 وهتشتغل مش اكتر من 3 دقايق، وده كلام صريح، ده كلام صح. يعني انا عشان هنا بعمل جرين سكرين، فانا مش بقول للناس لا روح اعملوا جرين سكرين وارفع الموبايل بس صور نفسك كده وخلاص، لا، انا بجيبها له بطريقه مغريه. فهو اما هيخش الفيديو وهيشوف ان ده حقيقي هيقعد اكتر فاكتر فاكتر، فانا اختصرتها له بس بطريقه مغريه. ما تقطعش، ما تعملش فيديو وتقطع منه شورت، ما تقطعش منه فيديو قصير، يعني ما تعملش فيديو كبير 7 دقايق 8 دقايق وتروح تقطع لي منه حته عشان انت شايفها كويسه، لا. بعد ما عملت الفيديو بتاعي بعدها بيوم اريح خالص واطلع فكره فيديو 20 ثانيه 30 ثانيه. انا ازاي اخلي الناس تروح تسمع الفيديو ده؟ عجبه الفيديو بيكون عنده اهو زي ما انتوا هتشوفوا، بيكون عنده، مش عارف هتبان عندي هنا ولا لازم افتح الفيديوز، بيكون عنده كده اهو. لو داس هنا هو يا باشا راح سمع الفيديو، هيخش هنا بس هيدوس هنا، ده الفيديو اللي انا عايز انشره. انا كده عملتها على اليوتيوب، اروح اخد نفس الفيديو ده وانزله على التيك توك، اروح اخد نفس الفيديو ده وانزله على الفيسبوك، اروح اخد نفس الفيديو انزله على تويتر، اروح اخد على جميع المنصات. صدقوني 30 يوم كل اللي انت هتحتاجه يعني انك تعمل 8 فيديوهات، هتعمل 2 في الاسبوع و2 قدامهم شورت، يعني 4 قد ايه؟ لا انت هتعمل 2 كبار، ال2 الشورت دول مش هياخدوا منك 10 دقايق في اليوم. هي بس الموضوع في فكره الاغراء اللي انت بتحطه فيها. اغراء يعني ايه؟ انا بخلي الواحد اللي قاعد ده، لا انا هخش حتى لو انا مش عايز اشتغل. انا كان مثلا عندي فكره ان انا اشتغل على اليوتيوب كفكره، وراجل مش مهتم، ولو جه قدامي فيديو صناعه المحتوى مش هخش اسمعه، لا خليه يخش. انا مش كان عندي فكره، لا انت خليتني ان الفكره تبقى كويسه وانا هخش. انا راجل ما بحبش الطبيخ، ما بحبش الاكل، هخليك برضو تخش. فهمتوا يا شباب؟ ودي الصوره. عايز اثبت لكم حاجه، ان انت لو عامل فيديو ساعه انت محتاج 4000 شخص، فكده كده ما حدش بيعمل فيديو ساعه. لو عامل 30 دقيقه محتاج 8000 شخص يخش يسمعوا الفيديو للاخر. لو 15 دقيقه لا خلينا في الطبيعي جدا. لو انت عامل فيديو 10 دقايق او 8 دقايق، طب هقول لك، لو كل اللي دخل قعد يا 3 دقايق يا 5 دقايق، انت هتحتاج لك من 80000 ل 48000 شخص. صدقني لو طبقت اللي انا بقول لك عليه ده، اليوتيوب هيرشحك. ازاي؟ معلومه خطيره، اليوتيوب لا يعرض الفيديو للمشتركين اولا، وده صح جدا. اليوتيوب بيعمل ايه؟ بياخد الفيديو بتاع حضرتك بيحطه لناس ما يهمهاش الامر، بس ممكن يكونوا بيخشوا على فيديو بيتعلموا حاجه هنا بيتعلموا حاجه هنا، فبيعرضوا عليهم. ما يهمهمش امرك انت كشخص، يهمهم المحتوى، بس هم مش مشتركين عندك. ليه؟ بيجرب مع الناس دي، طب تمام، بيقوم ايه؟ الفيديو بيفايرن. لو هم قعدوا اطول وقت ممكن جوه الفيديو بيفايرن. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده يا شباب، بس انا حاولت افهمكم تقدروا تعملوا المعلومه البسيطه دي، وهجيب لكم حاجات اكتر من كده بكتير تقدروا تطبقوها الايام اللي جايه. انا القناه بتاعتي حتى اللي بكلمك عليها دي لسه قناه جديده، انا عندي بتاع 3 4 قنوات متفعلين ربح، وانا بفعل بالطريقه دي صدقوني، وبجيب مشتركين من الشورت. مش يعني احنا قلنا لو رفعنا ادي 2 4 6 8 شورتز في الاسبوع هيجيبوا لك فوق ال 1000 مشترك. خشوا على القناه دي اللي انت عليها دلوقتي بتسمع الفيديو دي، وشوف الفيديوهات بتاعتي انا بعمل كده وبتجيب قد ايه. محدش يعرف كيني في التعليم. كيني راجل بيعمل شورتز وراجل بيعمل محتوى جيمنج، فالتعليمي ده محدش عارفني فيه خالص. فانا لازم اخش زي ما عملت في الجيمنج اعمل في الشورتز اعمل، فاهمني؟ فانا كنت عايز اوصل لكم معلومه. ممكن اكون بتكلم بطريقه تلقائيه في الفيديو، مش موضب حاجه للفيديو، بس كل الافاده طبعا للسنين اللي احنا بنقعدها، انا بنقل لكم الخبره بتاعتها مش اكتر ولا اقل. وبكده نكون خلصنا الفيديو. لو عايزين اي فيديوهات جديده ما تنسوش تقولوا لنا على الكومنت واقول لكم سلام.